سقوط نظام الاسد واكتشاف اكبر مصانع للمخدرات في سوريا. طب خد لك الحكايه دي في السريع. بعد سقوط نظام الاسد اكتشفوا ان 80% من مخدر اسمه الكبتاجون بيتم تصنيعه في سوريا وبيتم توزيعه على العالم كله بمليارات. والمفاجاه كمان انه بيتم تصنيعه تحت اشراف حكومه النظام وتحديدا ماهر الاسد اخو رئيس النظام بشار الاسد. الكبتاجون يا صديقي هي حبوب مخدره بمجرد ما تاخد 3 أو 4 منها بتدمنها، معروفه باسم كوكايين الغلابه. خليني اقول لك انه كان مصدر دخل قوي جدا للنظام عشان كان بيدخل لهم ملايين الدولارات. وبعد سيطره المعارضه السوريه وسقوط النظام اكتشفوا مصانع مخدرات كتير جدا في سوريا، واللي كان من اهمها مصنع في منطقه معزوله اللي يبان قدام الناس انه مصنع تصدير فاكهه، بس الحقيقه انه من اكبر مصانع المخدرات التابعه للنظام. لقوا فيها صديقي حوالي 10 طن من الحبوب دي. خليني اقول لك يا صديقي انهم كانوا بيهربوها في اي حاجه ممكن تتخيل، الواح سقف وترابيزات واجهزه كمبيوتر. تخيل ان الجهاز الواحد كان ممكن يشيل نص مليون حبايه، تخيل بقى كام جهاز ممكن يتهرب وفيه نص مليون حبايه، ارقام بملايين بل مليارات. بس يا صديقي ما تنساش تسيب لي رايك، ولو اول مره تشوفني اعمل سبسكرايب وبص على الحكايات القديمه.